بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحب أرحب بكم في قناة وصفات ستات، وأتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير وبأفضل حال. فيديو النهاردة عن توقعات برج الجدي لشهر مايو أيار 2019. يا رب يكون شهر سعيد عليكم. بس قبل ما أبدأ الفيديو حابة ألفت نظركم إن دي مجرد توقعات، قد تحدث وقد لا تحدث، لأن العلم والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. عزيزي الجدي، هذا الشهر شهر العبور بالنسبة لك يا عزيزي، فكلنا نعلم أنك في دائرة كوكب زحل الذي يكون له تأثير مباشر عليك، حيث أنه عرقل لك أمور كثيرة وأشياء لا تحسد عليها بسبب مواجهته لك، لأنك تحت تأثيره منذ فترة كبيرة، فقد فات الكثير منها. وستبدأ من هذا الشهر عبور الجسر الذي يفصل بين السلبيات التي تعرضت لها والإيجابيات التي تنتظرك وتأتي إليك، ولكن بشكل تدريجي. تبدأ من تاريخ 21 في الشهر وتبلغ ذروتها في المستقبل القريب. أما هذا الشهر فتبدأ فيه تحولات وتموجات تجاه عملك ومهنتك، فالركود الذي عانى منه أغلب مواليد برج الجدي يتحرك نحو الصعود، حيث أن كوكب الحظ سيدعمك ويرسل إليك ذبذباته الإيجابية التي ستنعش وضعك المادي وتنقلك نقلة جديدة تجاه المستقبل الذي تقلق بسبب قلة الموارد الموجودة لديك منذ فترة. فالانتعاش والعبور يبدأ في هذا الشهر ليصل بك بين الأمواج قرب شاطئ الأمان الذي سترسى عليه في القريب العاجل، فتطلب منك الكواكب العمل المستمر والمحافظة على مكانتك بين زملائك ورؤسائك إذا كنت عاملا أو موظفا. أما إذا كنت صاحب عمل حر تطلب منك المزيد من التحرك وترك الكسل جانبا، لأنه هو الشيء الذي له التأثير الأكبر على تأخرك ورجوعك خطوات للخلف. وفي المرتبة الثانية أصدقاء اللهو وتضييع الوقت في أشياء ليس لها معنى حقيقي أو قيمة تعود عليك بالنفع. فبعض المواليد توجد عليهم بعض الأعباء المالية والاستحقاقات التي يجب سدادها أو تسويتها، والبعض الآخر يسابق الزمن لكي يصل إلى التوازن الذي يعيده إلى منطقة الاستقرار المادي والمهني. فكفى تضييع للوقت أيها الجدي، وابحث وانطلق تجاه تأمين مستقبلك المادي والمهني، واترك هواجسك التي تنتج عن آراء الناس ووجهة نظرهم للأجواء والظروف والأشياء، فدعهم وشأنهم وظنهم الذي يحبطك ويجعلك تحطم الكثير من الآمال التي تريد تحقيقها، وعندها يستحوذ عليك الكسل ويرجع بك خطوات للخلف. وهذه نصيحة الكواكب لك في هذا الشهر، هذا بالنسبة لحياتك المهنية والعملية. أما بالنسبة لحياتك الشخصية فتتحدث الكواكب عن أن بعض المواليد يستحوذ على فكرهم شخص ما يسيطر بشكل كبير على آرائهم وفكرهم وحتى معتقداتهم عن الأشياء، وهذا الشخص نظرته سلبية وتشاؤمية تجاه المجتمع والعمل وحتى الحياة الاجتماعية والشخصية. فتطلب منك الكواكب ألا تجعل أحدا يقودك أو يسيطر على فكرك، فأنت يا صديقي الجدي أساسا شخص قيادي، وتقود دائما من حولك بقوة ذكائك التي لا ينافسك فيها الكثير من أطرابك، فأنت عقلاني ولديك حنكة وتخطيط لا أحد ينافسك فيه في أحيان كثيرة. فلا تقتنع بكل ما تسمعه، بل اسمع آراء كثيرة ومن أشخاص مختلفين تماما، حيث أن الاختلاف والتنوع هي أسرار خفية لنجاح الإنسان الذكي الفطن. فإذا أخذت بنصيحة الكواكب لهذا الشهر صدقني ستعود عليك بإيجابيات وبأفكار ممتازة لم تأتي إلى ذهنك وعقلك من قبل، وستشعر أنك كنت في غفلة عن أمور مهمة لم تأخذ بالك منها من قبل.
وبالنسبة لحياتك الاجتماعية ستكون لها أثر كبير على حياتك المهنية، حيث أن الفرص واللقاءات المثمرة تأتي عن طريق حياتك الاجتماعية، فعلاقاتك في هذا الشهر سيكون لها تأثير بالغ الأهمية في المستقبل القريب وأيضا البعيد. فتطلب منك الكواكب الاهتمام بعلاقاتك، ولكن المفيدة والمثمرة، وليس التي لا تؤتي ثمارها، بل على العكس تماما تجلب لك السلبيات على أنواعها. فهناك أشخاص جدد سيظهرون في حياتك، سيكون منهم من سيعرض عليك أفكار ستلهمك لفعل أشياء كثيرة تحقق لك أرباحا إضافية أو عاجلة، وهناك من سيعرض عليك فرصة عمل أساسية ممكن أن تكون نقلة نوعية لك، أو فرصة عمل إضافية تزيد من مدخولك، وأيضا ودائما أنت نجم متألق في محيطك الاجتماعي، فهذا الشهر سيتلألأ نجمك أكثر. وبسبب تغيير الأجواء وتبدل لمواقع الكواكب في هذا الشهر، بالإضافة إلى دعم كوكب الحظ لك، وستظهر بوضوح في المناسبات سواء كانت عن طريق الأهل أو الزملاء أو الأصدقاء. وبالنسبة لحياتك العاطفية، بما أنك في فترة العبور، فهذا الشهر ستبدأ فيه قصة حب، وخاصة بعد الأسبوع الثالث، والتي ستستمر بالتطور حتى نهاية الشهر المقبل. فأنت الآن في مرحلة ترسيخ قواعدك والبناء من جديد. فمعظم المواليد كما نعلم أنها تحب بعقلها في المرتبة الأولى وبقلبها في المرتبة الثانية، حيث أن الجدي عقلاني ودقيق في اختياره للشريك أو الحبيب، وهذا طبعا إذا كنت عازبا. أما المرتبطين فيكونوا في مرحلة استعداد وبناء للارتباط الذي ممكن أن يحدث في أواخر هذا الشهر أو في الأشهر المقبلة. والمتزوجين فالروتين الذي كانوا يعانون منه يبدأ بالتغيير والتحول التصاعدي، فيخرجون من مرحلة الملل إلى الخروج والزيارات وتبادل الأحاديث وأيضا المرح. وأتمنى لك كل التوفيق يا عزيزي الجدي. وبكده تكون انتهت توقعات برج الجدي لشهر مايو أيار 2019. تمنياتي لك بالتوفيق والحظ السعيد يا صديقي الجدي. وفي آخر الفيديو بوصيكم ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد من وصفات ستات، والسلام عليكم ورحمة الله.